كريستيانو رونالدو دو سانتوس، فخامة الاسم تكفي. قالوا عنه الأفضل في التاريخ، وقالوا عنه هو الأكثر تأثيرا كمان، وقالوا عنه أنه لا يقدر بثمن. فيديو جديد عن الصفات العظمة العشر لصاروخ ماديرا، ونرد بيها على كاتب التاريخ نفسه. الصفة الأولى هي العناد. إيه ده؟ العناد صفة حلوة في حالة رونالدو؟ طبعا. كريستيانو بدأ مسيرته الاحترافية مع النادي الكبير سبورتنج لشبونة، وعلى ظهره رقم 28، وفي يومه كانوا بيلعبوا مباراة ودية أمام نادي ريال بيتيس الأسباني، وهوب رونالدو سجل هدف جميل، لكن ساعتها المعلق قال سجل الهدف اللاعب الرائع كاستوديو، لكن ما يعرفش المعلق انه اتلخبط في اسم لاعب هيدخل التاريخ من اوسع ابوابه. وبعد سنة بس وتألق رونالدو الغير عادي مع النادي البرتغالي، راح مانشستر يونايتد على طول، وهنا اتنصح نصيحة ب 2 مليون يورو. اشمعنى الرقم ده؟ لان ده قد مرتبه اللي كان هياخده في السنة الواحدة. قالوا له اياك تكتب اسم رونالدو على التيشيرت، وخليها كريستيانو بس. رونالدو مسيرته الرسمية في سبورتنج لشبونة كانت سنة واحدة بس، وكان بيكتب كريستيانو رونالدو، ومع المنتخب البرتغالي نفس الكلام كريستيانو رونالدو، وساعتها بيتقال ده رونالدو جديد، إشارة إلى الظاهرة رونالدو، بس ما كانش حد يعرف اللاعب في العالم غير عدد بسيط. فلما راح كريستيانو لمانشستر قال لهم لا، أنا عاوز أكتب رونالدو حاف كده. الكل حذروا وقالوا له بلاش، هتبقى مقارنة خسرانة وهتحط عليك ضغط كبير. رونالدو هو حامل الكرة الذهبية، هو هداف كأس العالم الأخير، هو اللاعب الوحيد اللي بيتقارن بمارادونا وبيليه على اللقب الأفضل في التاريخ، وأنت لاعب بقالك حرفيا سنة فقط في الكرة العالمية وجاي مانشستر يونايتد. والسير أليكس فيرجسون بنفسه وعد وكيل أعمالك إنك هتلعب بس نص المباريات. قال لهم لا، أنا هيكون اسمي رونالدو وهلبس الرقم 7 كمان. وهنا عرفنا إننا أمام لاعب وهو عنده 18 سنة قال أنا هتحدى التاريخ. وتعدي السنين وعارفين كريستيانو عنده ضعف عدد أهداف الظاهرة رونالدو، ودي مش مبالغة. الظاهرة سجل 414 هدف في مسيرته كلها، واضربها في 2 يبقى 818 هدف. أهو كريستيانو سجل أكتر من الرقم ده. كريستيانو كان بيحب والده جدا، وعشان كده بيكتب اسمه رونالدو. المرحلة التانية والصفة التانية هو رمز التحدي. كريستيانو لو ما لقاش حاجه يتحداها بيتحدى نفسه. عند انتقاله لمانشستر يونايتد كان عليه ضغوطات كتيره قوي، اولا لانه من 6 شهور بس كان هيروح نادي ارسنال، وفعلا راح هو ووالدته وقابله ارسن فينجر كمان، لكن في الاخر مانشستر دفع اكتر بكتير وجابه، وفي نفس الوقت كان ليفربول بيفاوضه، فالدوري الانجليزي كله بيتكلم عليه. طب ليه مانشستر دفع ضعف عرض ارسنال وليفربول؟ لان في الفتره دي حصل خلاف شديد ما بين فيرجسون وديفيد بيكهام، لدرجه ان فيرجسون حدف بيكهام بالجزمه ومشاه من النادي كمان. بيكهام كان رايح برشلونه واتطبع اسمه كمان على التيشيرتات برقم 7، لان دي كانت صفقه لابورتا المخلصه لبرشلونه من مشاكله. ومانشستر يونايتد قال انا هشتري جناح ايسر من باريس سان جيرمان اسمه رونالدينيو، لكن مين دخل على الخط؟ بيريز، وخطف بيكهام من برشلونه، فبرشلونه خطف رونالدينيو من مانشستر، فبالتالي مانشستر بقى ما عندهوش سوبر ستار. فبعد ما كان اتفاقه انه يشتري رونالدو ويسيبه اعاره في سبورتنج لشبونه، قال لا، انا هشتريه وباعلى سعر كمان. فلما راح كريستيانو ومعاه رقم 7 خليفه لبيكهام وجورج بيست، الناس كلها قالت له ايه ده؟ انت هتعمل ايه في النادي؟ ده كان وقت في نادي ارسنال بيكتسح الدوري الانجليزي وصعود مارد جديد اسمه تشيلسي بقياده خوزيه مورينيو، الا ان كريستيانو رمز التحدي. وعلى الرغم من جفاف البطولات في اول 3 سنين، الا انه جلب المجد لمانشستر يونايتد 3 سنين ورا بعض، ويفوز ب3 دوري انجليزي والتشامبيونز ليج، ويبقى اخر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي اللي يفوز بالكره الذهبيه والحذاء الذهبي حتى الان. ويتقال عنه كمان انه افضل لاعب في تاريخ نادي مانشستر يونايتد، وليه لا، افضل لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي كله، رغم انه لعب 6 سنين فقط. الصفه الثالثه هي الثقه. في يوم من الايام في عام 2007 مذيعه لذيذه خفيفه بتسال فيرديناند ورونالدو اندرسون لاعبي مانشستر يونايتد مين هو افضل لاعب في التاريخ، فجاوب فيرديناند واندرسون وقالوا مارادونا. ماشي، لكن رد كريستيانو وقال انا ايه؟ قال انا الافضل في التاريخ. وضحك الجميع، اللي هو انت مين يا ابني عشان تقول على نفسك كده؟ لكن ثقة كريستيانو رونالدو بنفسه خلته شايف انه في يوم من الايام هيستحق انه يتقال عليه كده. رونالدو بعد الحوار التلفزيوني ده كان ميم. عارف يعني ايه ميم؟ يعني قبل انتشار الفيسبوك العنيف وتويتر وغيره كان نكتة على كل مواقع العالم. لكن عارف بعد سنة بس ايه اللي حصل؟ احتفل بفوزه بالكرة الذهبية، وسألوه تاني مين افضل لاعب في العالم؟ قال لهم
انا الاول والتاني والتالت كمان. الثقة، لو هنكتب كتاب عن عظماء التاريخ اللي اثبتوا قوتهم بثقتهم في نفسهم، كريستيانو رونالدو هيكون في اول فصل بكل تأكيد. الصفة الرابعة هي اتخاذ المخاطر. كريستيانو ريسكي تيكر على حق. في صيف 2008 بعد ما كريستيانو ختم الكرة في موسم واحد مع مانشستر يونايتد، اتعرض عليه اعلى عقد في التاريخ وانه يروح ريال مدريد، لكن مانشستر يونايتد وقتها رفض، وبعدها بسنه واحده بس جه عقد تاني من بيريز وكريستيانو وافق. وهنا كانت غرائب التاريخ كله. ليه؟ في الفتره دي كريستيانو كان بياخد الدوري الانجليزي وبيوصل نهائي تشامبيونز ليج وبياخد جايزه افضل لاعب في العالم كمان، فهو في اقوى نادي في العالم حرفيا، ولو مش اقوى نادي فمانشستر كان من اقوى 3 على الاقل. عاوز اقول لك اللي كانوا بيلعبوا بيس زمان او فيفا في الفتره دي ما كانوش بيختاروا غير مانشستر يونايتد، فليه يروح ريال مدريد؟ وخصوصا انه بيخسر الدوري وبيطلع تشامبيونز ليج من الدور ال16 بقاله كذا سنه، وتشكيلته الرسميه والرئيسيه اضعف من تشكيله مانشستر يونايتد وبكتير كمان. ومش بس كده، ده بيخسر من برشلونه العدو اللدود 6 في البرنابيو. يعني اروح نادي مش قادر ينافس والخصم هناك في لاعب الناس بتقارنه بيا اسمه ليونيل ميسي، فانا كده حدي لميسي فرصه انه يتفوق عليا بسهوله لاننا بنخوض نفس المعارك، غير لو فضلت في مانشستر يونايتد. الناس ممكن تقول دوري اقوى من دوري، نتقابل بقى في الابطال مع ميسي واكسبه مره واخسر مره، لكن ده العقل، ده صوت العقل. اما كريستيانو فوق كل ده واخد اجرأ قرار في التاريخ للاعب كبير، وراح وساب مجده المضمون في مانشستر يونايتد وابتدى مع ريال مدريد عشان يصنع تاريخ جديد، وخلال 9 سنين فقط يغادر مدريد كافضل لاعب في تاريخ النادي. وده مش اي نادي، ده النادي الملك. يعني كريستيانو اصبح ملك الملوك المعظم، وفي ايده 4 دوري ابطال هو هدافهم كلهم، و4 كرة ذهبية كمان. محدش يعمل كده غير كريستيانو. العقلية. كريستيانو لما بدأ مسيرته في نادي سبورتنج لشبونة فريق الشباب، اتكتب فيه تقرير غريب وقالوا عنه ضعيف دفاعيا ومستهتر ولياقته في الارض وما بيعرفش يمرر كويس اصلا. لكن بعد سنتين بس، وفي يوم 5 اغسطس 2003 لعب سبورتنج لشبونة امام مانشستر يونايتد في مباراة ودية، خلى السير أليكس فيرجسون بنفسه يقول بكره يكون كريستيانو بيمضي في مانشستر. انا اول مره في حياتي لاعب يثيرني بالشكل ده. تخيلوا حجم التطور اللي عمله كريستيانو في الفتره دي عامل ازاي. العقليه، المينتاليتي بتاعت كريستيانو تدرس في كتب التاريخ. ليه؟ لان كريستيانو وهو صغير كان يشبه 2 من صحابه، كواريزما وناني، وثالثهم هو كريستيانو. شوفوا هم فين وهو فين دلوقتي. هو بيتنافس على الافضليه التاريخيه مع بيليه ومارادونا وميسي، وهم في مكانة تانية خالص. كل ده بسبب العقلية. العقلية دي هي اللي خلته رمز لكل شباب العالم. أما الصفة السادسة هي القوة البدنية. طول عمر الرياضيين أجسامهم قوية، لكن كريستيانو هو أول لاعب كرة قدم يهتم بالشكل الجسدي وتطوره، ويهتم بأكله وتمارينه ونسبة الدهون في جسمه قد إيه، ويدي رسالة للجميع إنك عشان تكون لاعب كويس مش كفاية الموهبة، لازم تكون رياضي كويس عشان تقدر تظهر موهبتك دي. كريستيانو بسبب اهتمامه بجسمه أفاد عالم كرة القدم كله، لأن الاهتمام بالقوة البدنية بالشكل ده والاستشفاء واليوجا اللي بيعملها ده اللي بيزود عمر اللاعبين في الملاعب، لحد ما حاليا كل أندية العالم بتطور العامل البدني. الجوع. شوف كريستيانو لحد آخر مباراة هتلاقي أول ما لاعب ما لعبش ليه كورة وكريستيانو واقف في مكان كويس يشوح ويزعل ويخبط، أنا عاوز أسجل هدف. تخيل لاعب سجل كل الأهداف دي وعايز يسجل تاني. لاعب مسجل فوق ال 800 هدف خلال 20 عام، يعني أكتر من مئات أندية العالم. ومن الممكن عزيزي المستمع دلوقتي تكون أنت بتشجع نادي ما سجلش 800 هدف خلال نفس الفترة دي، أو بتحب منتخب ما يكونش سجل ال 800 هدف دول في تاريخه كله أصلا. بس كريستيانو سجله وما زال لحد دلوقتي أكنه طفل عاوز يثبت نفسه ويسجل هدف. جوعه للنجاح غير عادي. عدم النظر الى الانتقادات. كريستيانو وهو صغير في مانشستر كانوا بيهاجموه كتير في الصحف انه ما بيسجلش اهداف في دوري الابطال. والله وانا مش عايزك تتفاجئ، وفعلا اول هدف يسجله في حياته في 2007 امام نادي روما الايطالي. انا فاكر المباراه دي لحد دلوقتي، ايامها كان دوري الابطال بيتذاع على القناه الثانيه المصريه المحليه. المهم تخيل كل السنين دي ولا هدف، ودلوقتي هو الهداف التاريخي للابطال، وهو اكتر برضه من فاز بهداف البطوله في نسخ مختلفه. زمان برضه كانوا بيقولوا عليه ما بيسجلش في الكبار، ده لو حد فاكر. رونالدو كان عليه اتهامات دايما انه بيلعب امام برشلونه مباريات كتير وما كانش بيسجل اي هدف، لحد ما بقى الهداف التاريخي لريال مدريد في شباك برشلونه نفسها، وهو اكتر برضه من سجل اهداف في نهائي دوري الابطال ودور نصف النهائي ودور الثمانيه كمان. قالوا عنه انه طماع وما بيصنعش لزملائه
زملائه. كريستيانو هو واحد من افضل 5 لاعبين في التاريخ صناعة للاهداف. كريستيانو رونالدو عبارة عن قطر بيمشي في سكته وما بيبصش لاي انتقادات، واياك تستفزه في حياتك لانه هيعرف يرد عليك. فقه الاولويات. ايه الجملة التقيلة دي يا معطي؟ تعال اقولك. موسم 2009-2010 يعتبر هو بداية تغيير كرة القدم من الاساس. طول عمرها في لاعب بيسيطر على العالم سنة او 2 أو 5 بالكتير، وبيكون في دوري هو الافضل فيه ومفيش مقارنة، سواء بقى كان صنع اهداف والعاب زي زيدان، مارادونا، بلاتيني، زيكو وغيرهم، او مهاجم صريح زي رونالدو الظاهرة، زي روماريو، زي فان باستن، زي بيليه وغيرهم. ولو في منافسة ما بتكونش في نفس الدوري. تمام. لكن في 2010 وبعد انتهاء اول موسم بين كريستيانو وميسي، قرر كريستيانو انه ياخد المنافسه في مكان تاني خالص، وقال مفيش مهارات تاني زي زمان وفي اهداف. وهنا بدا الصراع والتحدي. زمان اي لاعب عشان الجمهور يفتكره لازم يعمل شويه مهارات حلوه، ده العرف، وما كانش كريستيانو استثناء. ساعات كتيره قوي كان بيعمل مهارات بشكل غير عادي في مانشستر لامتاع الجمهور، وفي نفس الوقت تكون هادفه وتمنح فريقه الافضليه. مش دينيلسون هو عشان يرقص اي حاجه كده وخلاص، لا دي كانت مهارات مهمة. لكن في ريال مدريد اتحول الصراع لصراع تهديفي، فأصبح كريستيانو أول لاعب يتخطى ال 40 هدف في تاريخ الدوري الأسباني، وأول لاعب يسجل فوق ال 60 هدف لعدة مواسم متتالية. ويغادر كريستيانو رونالدو ريال مدريد وهو مسجل 450 هدف في 438 مباراة. كريستيانو غير التاريخ حرفيا. وأخيرا الأرقام. في عالم فيه سوشيال ميديا ومواقع بتتابع كل لحظة وكل ثانية كل حاجة بتحصل في الكورة، ما بقاش فيه مجال غير ان اللاعب يتألق بالمستوى وبالأرقام، لان الدنيا بقت كده، العالم بقى بيفكر كده. فبسم الله، رونالدو هو هداف دوري الأبطال التاريخي وأكتر من صنع أهداف. رونالدو هو أكتر من سجل أهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال ب 17 هدف. رونالدو هو أكتر من سجل أهداف في نهائي دوري الأبطال ب4 أهداف. رونالدو هو أكتر من سجل أهداف في عدد نهائيات مختلفة في دوري الأبطال، 3 نهائيات مختلفين. ورونالدو هو أكتر من أخذ هداف بطولة دوري الأبطال، وهو أكتر من سجل من ضربات حرة. ومش بس كده، هو أكتر من لعب مباريات في البطولة العريقة دي. ومن الآخر رونالدو هو ملك الأبطال. طب في الأندية، رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد، وهو الهداف التاريخي لريال مدريد في الكلاسيكو أهم المباريات. ورونالدو هو الهداف التاريخي للبرتغال، وهو أكتر من حمل شارة القيادة في التاريخ ب 126 مباراة قابلة للزيادة. في قادة تاريخيين ما لعبوش 126 مباراة على بعض أصلا مع منتخباتهم زي مالديني الكبير. وهنا هقول للمونتاج بعد اذنكم اقلبوا الصفحه، عشان صفحه واحده مش كفايه لانجازات رونالدو. رونالدو هو عميد لاعبي البرتغال وافضل هداف في تاريخ المنتخبات، وصعب ان حد يجيبه تاني. رونالدو هو اكبر من سجل هاتريك في تاريخ كاس العالم، وهو اكتر من سجل اهداف في تاريخ اوروبا. ورونالدو برضه هو اكتر من سجل اهداف في تاريخ كاس العالم للانديه. ورونالدو هو اللاعب الوحيد في التاريخ اللي جمع بين البطولات المحليه والاوروبيه والفرديه زي الحذاء الذهبي والكره الذهبيه مع ناديين مختلفين، مانشستر والريال. رونالدو هو اكتر لاعب تم اختياره في تشكيلة العام من الفيفا. ورونالدو هو اللاعب الوحيد في التاريخ اللي سجل فوق ال 50 هدف في 7 سنين متتالية. رونالدو هو اصغر لاعب في التاريخ يوصل ل 100 مباراة دولية وكان عنده 27 سنة بس. رونالدو هو اكتر من صنع اهداف مع منتخب البرتغال. وانا هقفل لحد هنا، لكن كاتب التاريخ لم ولن يغلق الصفحات. كريستيانو لاعب عظيم وشخصية عظيمة وفريدة، ويصنف مع كبار العالم كأفضل الرياضيين في التاريخ. بصراحة كان نفسي من زمان أعمل فيديو عن كريستيانو ويكون أفضل فيديو شفتوه في حياتكم عنه، وتعملوا له سيف كمان، ويا رب أكون وفقت في ده. أنا أحمد معطي، سلام.